اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. معانا النهارده بقى رجاله وبنات المناعه في النبات. تعال كده نراجع المناعه في النبات ونحل كتاب الامتحان وكتاب التفوق مراجعه نهائيه. يلا بسم الله توكلنا على الله. المناعه في النبات، عندك المناعه في النبات حاجتين يا ولد. ايه هما الحاجتين؟ يا اما مناعه تركيبيه يا اما مناعه بايوكيميائيه. اسمع كده، يا اما تركيبيه يا اما بايوكيميائيه. طب التركيبيه خط الدفاع الاول، البايوكيميائيه خط الدفاع الثاني. يبقى انا عندي خط دفاع اول وخط دفاع ثاني. خط الدفاع الاول تركيبيه، خط الدفاع الثاني بايوكيميائيه. جميل جميل جميل. تعالى نبدا مع بعض كده بقى المناعه التركيبيه. المناعه التركيبيه هي خط الدفاع الاول. طب تمام. خط الدفاع الاول اللي هو التركيبيه ده هنقسمه لايه؟ يا اما موجوده يا اما حصلت نتيجه اصابه. تاني كده، يا اما موجوده يا اما حصلت نتيجه اصابه. تمام. طب نرجع بسرعه. يبقى عندك المناعه يا اما تركيبيه يا اما بايوكيميائيه. طب التركيبيه خط الدفاع الاول، البايوكيميائيه خط الدفاع الثاني. التركيبيه يا اما موجوده يا اما جت نتيجه اصابه. طب بالراحه، عندك كده الموجوده واللي جت نتيجه اصابه هنذاكرهم ازاي؟ هم 7 حاجات. الموجوده ادم جدار خلوي. لا انا عايز في البيت كل الدنيا تسمع بيك. أدمة جدار خلوي، اسمعهم تاني. أدمة جدار خلوي، كلام جميل. طب اللي حصلت نتيجة إصابة 5. طب هتقسمهم الخمسة إزاي؟ طب هي اللي كانت موجودة كانت بتقول إيه؟ أدمة جدار خلوي، برافو عليك. طب اللي حصلت نتيجة إصابة هم 5، قسمهم 3 2. فلين تليوزات صموغ. فلين تليوزات صموغ، كمان مرة ها. فلين تليوزات صموغ. فلين تليوزات صموغ، كمان مرة. فلين تليوزات صموغ. تراكيب مناعية خلوية حساسية مفرطة. تراكيب مناعية خلوية حساسية مفرطة. طب اسمعهم الخمسة بقى ها. فلين تليوزات صموغ. تراكيب مناعية خلوية حساسية مفرطة. سهلة. يا إما موجودة يا إما حصلت نتيجة إصابة. الموجودة كام حاجة؟ هتقول لي 2. إيه هما الاتنين يا ولا؟ الأدمة والجدار الخلوي. طب اللي حصلت نتيجة إصابة 5. فلين تليوزات سموم تراكيب مناعية خلوية حساسية مفرطة. زي الفل. تعال نبدأ كده باللي موجودة بالراحة. الموجودة يا حبيب قلبي أدمة وجدار خلوي، صح؟ تعال نشوف الأدمة. الأدمة موجودة في السيقان، في الساق، وإيه كمان؟ والأوراق الخضراء. يبقى موجودة في ساق وورقة خضراء. ماشي، أي حاجة خضراء يبقى زي الساق والورقة. تمام زي الفل. طب عندنا الأدمة ده أهي، موجود فيها كام حاجة؟ موجود 3 حاجات. طب بالراحة كده. رقم 1 عندك الكيوتين المادة الشمعية. تاني حاجة شعيرات. تالت حاجة أشواك. يبقى كيوتين شعيرات أشواك. يبقى تاني كده، أنا نسيت الموجودة أدمة وجدار خلوي. ماشي، أدمة وجدار خلوي. طب الأدمة كيوتين شعيرات أشواك. أسمع تاني ها. كيوتين شعيرات أشواك زي الفل. الكيوتين، الكيوتين بيقاوم المرض. بيقاوم الأمراض. ليه؟ عشان يصعب تحليله. يبقى بيقاوم المرض عشان يصعب تحليله. احنا مش بنعرف الكائن الممرض مش بيعرف يحلله، فبالتالي هو كده بقى مقاوم للمرض. سهلة. طب الكيوتين والشعيرات يشتركوا في ايه؟ بص كده، تزحلق الميه. يعني ايه تزحلق الميه؟ يعني تمنع استقرار الميه. طب اما تمنع استقرار الميه فلا يتوفر البيئه الصالحه لنمو البكتيريا والفطريات. مستر مش فاهم، تعال بالراحه. هو الوسط الملائم لاي كائن عشان ينمو الميه. طب النبات طبقه الكيوتين تزحلق الميه، الشعيرات تزحلق الميه. هات الكيوي، هات القته، حطها تحت الميه كده، طلعها ولا نقطه ميه. يبقى عندنا الكيوتين والشعيرات تمنع استقرار الميه، فايه اللي يحصل؟ فلا يتوفر البيئه الصالحه لنمو البكتيريا والفطريات. زي الفل يا استاذنا. طب الاشواك تمنع حيوانات الرعي من اكلها. ممكن اختبار بسيط؟ تعال نشوف الاختبار كده. يبقى بالراحه كده. الكيوتين بيقاوم الامراض عشان يعمل ايه؟ عشان بيصعب تحليله. تمام. الكيوتين والشعيرات تزحلق الميه ليه؟ عشان ما يتوفرش البيئه الصالحه لنمو البكتيريا والفطريات. تمام. طب الاشواك تمنع حيوانات الرعي من اكلها. تعالوا ناخد ملحوظه صغيره. هي الادمه الجميله دي في النبات بره، في الانسان جوه. افتكر كده تانية ثانوي، كنا بنقول في تانية ثانوي في تركيب الجلد بشره ادمه. يبقى الادمه عندنا داخليه، الادمه في النبات خارجيه. سهله دي.
طب ممكن اسمع منك الادمه، يلا كده اختبار بسيط. يبقى الادمه كيوتين ها، شعيرات ها، شايفك ها، اشواك. مين بيمنع حيوانات الرعي من اكلها؟ الاشواك. مين بيزحلق الميه؟ كيوتين وشعيرات. طب مين يصعب تحليله؟ هتقول لي الكيوتين، عشان كده هو مقاوم للايه؟ مقاوم للمرض. تمام. عندك الجدار الخلوي بقى، الجدار الخلوي الجميل العسل القمر ده كده، هو اللي كان بيقي الخليه من الخارج. طب هو بيقي الخليه من الخارج بالراحه كده. طب بيعمل ايه بقى؟ يتركب من سليوز. يتركب من سليوز. طب هو بيتركب من سليوز مغلظ بايه؟ مغلظ بسليوز. زي مين؟ زي الكولانشيمي. الكولانشيمي كان مغلظ بالسليوز. مغلظ بالليجنين. زي مين؟ زي الاسكرانشيمي. ومين كمان؟ والوعاء الخشبي. يبقى مين مغلظ بالليجنين؟ سكرانشيمي ووعاء خشبي. كمان كلام جميل. طب عندك السيوبرين موجود في خلايا الفلين. طب الكيوتين موجود في البشره. اختبار، الكيوتين موجود فين؟ جدع، لو قلت بشره. طب عندك الليجنين موجود فين؟ في الخشب والسكرانشيمي. جدع. عندك السليوز موجود فين؟ في الكولانشيمي. السوبرين موجود في خلايا الايه؟ الفلين. طب كل ده اتغلظ بيه الجدار الخلوي. يا صبع الكائن الممرض اختراقه. يبقى الكائن الممرض دلوقتي مش هينفع يخترقه. زي الفل. ده كده الموجود. طب ناخد اختبار بسيط كده، حته بسيطه. جميع خلايا النبات تحتوي على ماده سليوز. كل خلايا النبات فيها سليوز. كل الخلايا فيها سليوز. كل الخلايا فيها سليوز. يبقى جميع خلايا النبات تحتوي على سليوز. ليه؟ عشان خلايا النبات فيها جدار خلوي، والجدار الخلوي يتكون من سليوز. طب والادمه في النبات بره ولا جوه؟ بره. طب في الانسان؟ جوه. برافو عليك، كده الموجود. تعالى بقى نروح للي حصل نتيجه اصابه. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. يبقى عندنا دلوقتي قبل ما نخش على نتيجه الاصابه عشان نخلصها بسرعه، انا عايز اسمع منك. يلا، المناعه يا اما ايه يا اما ايه؟ يا اما تركيبيه يا اما بايوكيميائيه. شاطر. تركيبيه خط ادفع اول، بايوكيميائيه خط ادفع تاني. طب عندك التركيبيه يا اما موجوده زي مين؟ ادم جدار خلوي. حلو. يا اما حصلت نتيجه اصابه، اللي هم الخمسه. ايه هم الخمسه؟ فيلين، تليوزات، سموم، تراكيب مناعيه خلويه، حساسيه مفرطه. يلا بقى نبدا في حصلت نتيجة إصابة. رقم واحد الفلين. طب الفلين فيه شوية أفكار حلوة كده تعجبك. يوجد في السيقان الأشجار الخشبية. يبقى موجود في الأشجار الإيه؟ الخشبية. فين بقى في الشجرة الخشبية؟ في الساق. طب لو الراجل الجميل قال لك تعالى، الأشجار الخشبية تحتوي على، أقول له الأشجار الخشبية تحتوي على كيوتين وفلين وصموغ. هتقول لي لا يا أستاذنا. هقول لك بالراحة. هو الشجرة الخشبية ولا كانت عبارة عن جذر وساق ورقة؟ جذر ساق ورقه. جميل. طب هي الجذر والساق والورقه، الورقه فيها ايه؟ الورقه فيها كيوتين. يبقى الورقه تحتوي على كيوتين. كمل كمل كمل. طب والساق؟ هيبقى فيه فلين، واما يتقطع يتكون صموغ. ايه الصموغ ده يا مستر؟ هناخدها حالا دلوقتي، هراجعها اهو. يبقى اما يقول لك اشجار خشبيه اوعى تقع في الفخ. اقول له كيوتين، اقول له فلين، اقول له صموغ، لان الشجره عباره عن جذر، ساق، ورقه. كلام جميل. طيب هو طبقه لعده طبقات. طب ميت ولا حي الفلين ده؟ ميت. خلايا ميته. طب والخلايا الميته اللي عدت عليك في المنهج، بالراحه كده. رقم واحد خدت الاسكرانشيمي. صح. رقم اتنين خدت الوعاء الخشبي. صح. رقم ثلاثة، معلش هنرجع لقديمه شوية، الأنبوبة الغربالية بتاعت اللحاء. طب رقم أربعة دلوقتي قدامك خلايا الفلين. نقولهم تاني بالراحة. يبقى رقم واحد خدت الاسكرانشيمي. رقم اتنين خدت أوعية الخشب والقصيبات. رقم ثلاثة الأنبوبة الغربالية في اللحاء. رقم أربعة هنا دلوقتي خلايا الفلين. يبقى هو خلايا ميتة. طب هتقول لي مات ليه يا مستر؟ أقول لك عشان بيترسب فيه مادة السيوبرين. بترسب فيه ماده الايه؟ سيوبرين. سيوبرين. حلو الكلام. طب بالراحه، ايه علاقه ماده السيوبرين يعني ان هو مات يا مستر؟ بالراحه كده وعلى مهلك. هو السيوبرين ده يا حبيب قلبي ماله، منفذ ولا غير منفذ؟ هتقول لي والله بجد انا ما اعرفش بجد السيوبرين ده منفذ ولا غير منفذ، انا مش عارف. طب تعالى اما اقول لك. كلهم غير منفذين. كلهم غير منفذين ما عدا السليوز عره منفذ. يعني لما اقول لك الاجنين غير منفذ، سيوبرين غير منفذ، كيوتين غير منفذ، سليوز عره منفذ. يبقى السوبرين عدى الميه للكيوتين للفلين ما عداش. طب بالتالي الفلين ايه اللي هيحصل له؟ يموت. عشان كده ميت.
تعال نذاكر تاني. طبقه ولا عده طبقات؟ هتقول لي عده طبقات. ميت ولا حي؟ هتقول لي ميت. طب هو موجود فين؟ في سيقان الاشجار الخشبيه. طب هو بيترسب فيه ماده اسمها ماده الايه؟ السوبرين، فعشان كده مات. طب بالراحه، انا عايز احفظ الوظائف دي. طب ما نيجي نعلمها بطريقه اسهل. افتكر كده، تعالى نعلمها بعلامات. المهم عده طبقات يا ولا. العده طبقات يبقى هتحميه من الصدمات. علمها. ده هو مش طبقه، ده هو عده طبقات، يبقى بيحميه من الصدمات. جميل. هو ميت. هو ميت، يبقى بيقاوم البكتيريا والفطريات. يبقى هو اما مات او خلايا ميته، البكتيريا والفطريات هتتكاثر جواه ازاي؟ ميت. جميل. طب هو بيترسب فيه ماده الايه؟ السوبرين. ترسيب ماده السوبرين يعني غير منفذ للميه يا ناصح. احنا قلنا لسه قايلين كله ما بيعديش الميه، ما عدا مين؟ ما عدا العره الوحيد اللي بيعدي الميه هو السليوز. طب اسمع كده بالراحه. يبقى رقم واحد هو في سيقان الاشجار الايه؟ جدع الخشبيه. رقم اتنين طبقة ولا عدة طبقات؟ هتقول لي عدة طبقات. حي ولا ميت؟ هتقول لي ميت. تعرف تجيب بقى الأهميات؟ عدة طبقات يبقى بيحميه من شاطر الصدمات. طب هو ميت يبقى بيقاوم للبكتيريا والفطريات. شاطر. طب عندنا سوبرين يبقى بيمنع نفاذ الايه؟ بيمنع نفاذ الميه. ده الفلين. جامد كده؟ جامد كده. صلى على النبي. التليوزات. جميل مستر، انا شايف كده في اللي انت شرحه ده يمنع دخول ويمنع انتشار. تعالى يا ناصح. 4 بس هيمنعوا دخول. تعرف تقولهم؟ تعالى ما اقولهم لك انا. أدمة جدار خلوي. أدمة جدار خلوي. كمان مرة، ها. أدمة جدار خلوي. فلين صموغ. يبقى أدمة جدار خلوي فلين صموغ. كمان مرة، ها. أدمة جدار خلوي فلين صموغ، والباقي كله بيمنع انتشار. شكرا. تعالى بقى نشرح التليوزات. التليوزات عشان اعرف احلها كمنهج، تعالى نراجع كده كل اللي احنا خدناه بقى على مدار السنه. التليوزات هلاقي جهاز وعائي. امين يا مستر. هلاقي خشب. امين. ما لقيتش الخشب هلاقي اوعيه، هلاقي قصيبات، هلاقي ميه وملح. تاني، جهاز وعائي. طب ما لقيتش جهاز وعائي يبقى خشب. ما لقيتش خشب يبقى اوعيه. ما لقيتش اوعيه يبقى قصيبات. ما لقيتش كل ده يبقى ميه وملح. جميل وزي الفل. يبقى جهاز وعائي، خشب، اوعيه، قصيبات، ميه وملح. تعالى ما افهمك حاجه. يعني ايه تليوزات؟ عندنا ماسوره في البيت اتقطعت، تسدها عشان ما تطلعش منها. طب عندنا فار بيجري جوه الماسوره وهيخش لك في البيت، سد الماسوره عبال ما نتصرف معاه. تمام، نفس الكلام في النبات. النبات دلوقتي عنده الوعاء اتقطع والميه هتطلع، طب يعمل ايه؟ يسد. طب عندك كائن ممرض دخل وهو مش عايزه يروح لحته تانية، هيسد. فالتليوزات عباره عن حته هتسد الاوعيه دي. طب تمام. طب هتمنع دخول ولا هتمنع انتشار؟ اللي بيمنع دخول كام؟ ها، ادم جدار خلوي في اللين صموغ. شاطر. طب عندنا بالراحه، ده كده الخلايا البرانشيميه وده كده الاوعيه. ايه اللي هيبدا يحصل؟ الخلايا البرانشيميه هتخش جوه الاوعيه فتسدها. سدت الكلام ده. طب كلام جميل وزي الفل، اللهم صل عليك يا نبي. هي اما سدتها عشان هي عملت حاجه شبه الايه؟ شبه البالونه. ده دخلت جوه وعملت بالونه فسدت المكان. طب هي هتخش من هنا منين؟ من النقر. كرر النقر دي 5 مرات عشان عارف ان انت بتقولها الصغور. يبقى دخلت عن طريق نقر 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 نقر. ماشي شاطر. يبقى بتخش عن طريق النقر. تمام. طب اسمع منك الكلام تاني. يبقى التليوزات حصلت في الجهاز الوعائي. طب ايه كمان؟ ما لقيتش جهاز وعائي يبقى خشب. ما لقيتش خشب يبقى ايه يا ولا؟ يبقى عندك اوعيه. ما لقيتش اوعيه يبقى قصيبات. ما لقيتش كل ده يبقى عندك الميه والاملاح. حلو الكلام زي الفل. طيب بالراحه كده، مين عملها؟ تعال نبص كده. الخلايا البرانشيميه دخلت عن طريق الايه؟ دخلت عن طريق النقر. طب هي ما دخلت عملت حاجه شبه ايه؟ شبه البالونه. كلام جميل. طب هي بتعمل انتشار ولا دخول؟ لا، بتمنع انتشار. طب اما تحصل ايه اللي يحصل؟ اما تحصل هقول لك على حاجه جميله عسل قمر. بص بقى كده. شد يقل، نتح يقل، هتقفل ثغر. اسمع، ها. شد يقل، نتح يقل، هتقفل ثغر. ايوه صح، ما هو الميه كانت كتير، بدات الميه تقل يبقى شد الميه هيقل. طب بالتالي الحنفيه كانت مفتوحه، النتح قل النتح. طب النتح ما بقاش يحصل، اقفل الصخر. يبقى شد يقل، نتح يقل، اقفل صخر. شد يقل، نتح يقل، اقفل صخر. كلام جميل. خلصنا 2. الله اكبر في اللين وتليوزات. يلا على الصموغ جري بقى. هي الصموغ بتمنع دخول ولا بتمنع انتشار؟
شاطر، بتمنع دخول. طب الصموغ الجميلة دي بتحصل إمتى؟ أو بتحصل فين الأول؟ بتحصل في السيقان الخشبية. طب هي حصلت في الساق الخشبية، زي مين بالضبط؟ زي الفلين. طب تعالَ أمّا أقول لك بقى وجه الترابط بينهم. هي حصلت في الساق الخشبية في طبقة الفلين. بالراحة كده. هي طبقة الفلين دي عاملة زي إيه؟ عاملة زي جلدنا. طب جلدنا موجود، اتقطع، اتقطع هيكوّن فلين تاني، يبقى الفلين معلش كان موجود وهيتكوّن نتيجة إصابة. طب الفلين ده الجلد بتاعنا اتقطع هيكوّن قشرة، القشرة ده أهي هي الصمغ. افتكر كده جلدك، يبقى جلدك الفلين والقشرة اللي اتحط عليه هي الصموغ، يبقى أمّا يتقطع الفلين يحصل مادة الصمغ. خلّي بالك من شوية الحاجات اللي جاية دي. لو قُلت لك يا حبيب قلبي بالراحة، عند تعرُّض الساق الخشبية، يبقى إحنا بنتكلم على ساق إيه؟ خشبية، حلو. إيه اللي هيتكوّن؟ فلين وصموغ. طب يبقى خلّي بالك من الجملة من الأول، لو قال لك مادة يبقى مادة الصمغ. طب لو قال لك خلايا يبقى خلايا الفلين. خلّى لك مادة الصمغ، وقال لك خلية الفلين، لإن دي خلايا، أمّا الصمغ مادة. فركّز في التفاصيل الصغيرة دي. كده اللهم بارك خلّصنا الفنين، خلّصنا التليوزات، خلّصنا الصموغ. تعالَ يالّا تراكيب مناعية خلوية. طب بالراحة، تراكيب مناعية خلوية. طب أنا ما باحبش أكروت. ممكن أسألك كام سؤال في السريع؟ يالّا. بيحميه من الصدمات مين؟ فلين؟ شاطر. طب عبارة عن عدة طبقات مين؟ فلين، جميل. ما هو بيحميه من الصدمات وإحنا علمناه كده قلنا عشان هو بيبقى طبقات فهيحميه من الصدمات. ماشي، ماشي، ماشي. ميت صح؟ كان بيقاوم البكتيريا والإيه؟ والفطريات. موجود في الأشجار الإيه؟ الخشبية. في أنهي حتة؟ في الساق. شاطر. طب عندنا كده وكمان الجذوع. طب إيه الفرق بين الساق والجذع؟ الساق بتبقى حاجة صغيرة، الجذوع كده بطريقة سهلة يعني. الجذوع هتبقى أكن الطبقات زادت وسمكه زاد والكلام ده، بقى جذع. يعني الساق يتحول إلى جذع، بقى حاجة تقيلة، عمر طويل. صلى على النبي. التراكيب المناعية الخلوية. التراكيب المناعية الخلوية حاجتين. إيه هم أول حاجة؟ عندنا كده دكاترة زي ما إحنا شايفين كده. إيه ده؟ ده فطر عفن الخبز. فطر عفن الخبز الجميل العسل القمر ده أهو بيطلع له امتدادات، زي ما أنت شايف كده الامتدادات. طب هو بيطلع له امتدادات، الامتدادات بتاعته امتدت، 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 كوّن حاجة اسمها يا إما غزل فطري يا إما هيفات، التفرعات بتاعته. يبقى الغزل أو الهيفات، حلو الكلام. فالنبات يعمل إيه؟ يقول له: إيه الامتدادات اللي أنت عاملها دي؟ يقول له: طب أنت عايز إيه طيب؟ أنا هاتكاثر جواه. يقول له: لا مش هينفع والله، كان على عيني. فيقوم النبات محاوطه بغلاف عازل. طب حاوطه بغلاف عازل ليه؟ عشان يمنع انتشاره. دي كده أول تراكيب مناعية خلوية. يبقى التراكيب المناعية الخلوية أحاطت خيوط الغزل الفطري بغلاف عازل. طب أحطه بغلاف عازل ليه؟ عشان يمنع انتشاره. سهلة. طب إيه كمان؟ انتفاخ الجدار الخلوي. حصل غزو مباشر، اختراق مباشر. جاي اختراق للنبات دلوقتي مباشر. طب إيه اللي هيبدأ يحصل؟ الجدار الخلوي يقوم منفوخ في طبقة البشرة، منفوخ في تحت البشرة. يبقى انتفاخ الجدار الخلوي في طبقة البشرة وفي طبقة تحت البشرة هيثبط الاختراق. طب تاني كده اختراق مباشر، يبقى انتفاخ الجدار الخلوي. صدمات في اللين، جهاز وعائي وميه والكلام من ده، تليوسات. طب تمنع حيوانات الرعي من اكلها، اشواك. طب تمنع استقرار الميه، كيوتين وشعيرات. في الجمدان منه. كده احنا ظبطنا الدنيا على الاخر، وعلى ما اظن انت روقت على الدنيا كلها. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد ببركه سيدنا محمد. كده تمام. تمام لحد دلوقتي. طب سمعني كده نتيجه الاصابه عشان فاضل لنا واحده. فلين تليوزات صموغ. فلين تليوزات صموغ، تراكيب مناعيه خلويه لسه واخدينها، حساسيه مفرطه. تعالى بقى الحساسيه المفرطه عشان يبقى خلصنا. الحساسيه المفرطه هي اسمها اصلا التخلص من النسيج المصاب. تاني كده، التخلص من النسيج المصاب. كمان مره، التخلص من النسيج المصاب. ترجمت يعني النبات تخلص من ايه؟ من نسيجه اللي اتصاب. عارف ليه؟ عشان فشل. هو النبات مش عارف يموته، يقوم هو فشل عن موت الكائن الممرض. يقول لك طب خلاص انا اتخلص من حته مني، واما اتخلص من الحته دي انا تخلصت من الكائن الممرض. يبقى دي وسيله بتتعامل مع الكائن الممرض ولا لا تتعامل؟ لا تتعامل مع الكائن الممرض. امال اتعاملت مع مين؟ مع نسيجها هي.
اتقطع منها حته فاتخلصت من ده. اسالك 3 اسئله او اقولها لك في 3 حاجات. رقم 1، لو قال لك فشل النبات هيستخدم وسيله ايه؟ هقول له استخدم وسيله الحساسيه المفرطه. رقم 2، لو قال لك كده بالراحه وعلى مهلنا حجم النبات قل. ايوه صح، ما هو كان النبات حجمه س، اتشالت منه حته بقت س ناقص الحته. رقم 3، لو قال لك لا تتعامل مع الكائن الممرض، لا تتعامل مع الكائن الممرض، يبقى دي كده اللي هي الحساسيه المفرطه. كده اللهم بارك خلصنا المناعه التركيبيه. فاضل المناعه البيوكيميائيه في الفيديو اللي جاي على طول. الجزء الثاني بقى هنتكلم على المناعه البيوكيميائيه. طب بالراحه كده، احنا خدنا في التركيبيه يا اما موجوده يا اما حصلت نتيجه اصابه. الموجوده كانوا كام حاجه فاكرهم؟ ادمه، جدار خلوي. طب اللي حصلت نتيجه اصابه قلنا 3 2. ايه هم الثلاثه؟ ها، رقم 1 فلين جدع، ها تليوزات، وبعدين صموغ، ها تراكيب مناعيه خلويه، جميل، حساسيه مفرطه. تعال نذاكر بقى المناعه البيوكيميائيه. المناعه البيوكيميائيه مستقبلات مواد كيميائيه بروتينات. يا جمال وحلاوته وطعمته، الله عليه. مستقبلات مواد كيميائيه بروتينات. كمان مره، ها، مستقبلات مواد كيميائيه بروتينات. طب كمان مره، ها، مستقبلات مواد كيميائيه بروتينات. شطور. تعالى بقى مع بعض كده. مستقبلات، معلش يعني هنبوظ اللغه العلميه شويه، انا اسف. المستقبلات جميله قوي، انا بحبها. كنت عايش في منطقه قديمه كده، كان فيها، ما اعرفش بقى انت عاشرت الكلام ده ولا لا، كانت فيها كده ناس بتقعد على المصطبه قدام البيت، ودي كان الله اكبر عليها، كانت معاها السجل المدني بتاع الشارع كله. اول واحده بتصحى واخر واحده بتنام. فانا هشبه المستقبلات بالستات دي. المستقبلات ستات موجوده في النباتات السليمه والنباتات المصابه. الله اكبر، كانت موجوده ساعه السلم وساعه المصايب. يبقى المستقبلات موجوده في النباتات الايه السليمه والنباتات الايه المصابه. حلو. الا ان تركيزهم يزداد بعد الاصابه. ليلتك زرقاء، حصلت مصيبه. ما احنا عندنا بقى المنطقه كانت شوارع، كل شارع في واحده شبه دي. الله اكبر عليها، معاها السجل المدني كله بتاع الشارع. حصلت مصيبه، كله يجي، كل حبايبها يجوا. يبقى عندنا دلوقتي هي موجوده في النباتات السليمه والنباتات المصابه، الا ان تركيزهم يزداد بعد الاصابه. حد داخل الشارع، تعال رايح فين؟ رايح لمين؟ ابوه اسمه ايه؟ امه اسمها ايه؟ اخوه؟ طب ليه اخوات؟ بتقرره. طب لو حد جاي يعمل مشكله، ادركته خلاص، عرفت ان هو ده بتاع المشكله، ادركت وجود الميكروب، اوبا، هو ده الميكروب. هتعمل ايه؟ تنشط جهاز المناعه. يبقى ادركت وجود ميكروب، نشطت جهاز المناعه. يبقى المستقبلات افتكرها ستات موجوده في النباتات الايه سامحني يا رب، موجوده في النباتات السليمه والنباتات المصابه، الا ان تركيزهم يزداد بعد الاصابه. تدرك وجود ميكروب، ايه ده ايه ده ايه ده، اهو ادركت وجود ميكروب، عملت ايه بقى؟ نشاط الجهاز المناعي. طب بالراحه، اعرفها ازاي في المنحنيات؟ اعرفها في المنحنيات بطريقه سهله جدا. هي كانت موجوده، حلو، وبعدين هتزيد وبعدين هترجع. يبقى كانت موجوده، هتزيد، هترجع، مش للصفر عشان هي موجوده. دي كده المستقبلات. اسمعها كده المستقبلات بقى. يبقى المستقبلات موجوده في النباتات الايه السليمه والنباتات الايه المصابه، الا ان تركيزهم يزداد بعد الاصابه. ادركت وجود ايه؟ ادركت وجود ميكروب، نشطت جهاز المناعه. شطور. موجوده، زادت، رجعت، زي الفل. سؤال كمان، هيقول لك المستقبلات دي موجوده فين؟ كانت مع المصطبه. ايوه صح، على الغشاء البلازمي. يبقى المستقبلات موجوده على الغشاء البلازمي. دي كده المستقبلات. الرجاله بقى هنسميها المواد الكيميائيه. الرجاله نوعين، يا اما رجاله غشيمه بتخش الخناقه تضرب وتنضرب وتطحن وتنطحن، ماشي، يا اما الرجاله الغلابه الجمال العساسين اللي هم شتمتين وبيمشي. طب زي الفل. مين بقى الرجاله الغشيمه دي عشان تبقى فاكرهم بس واحنا بنحل كده؟ اقول لك الرجاله الغشيمه. الرجاله الغشيمه دي فينولات جلوكوزيدات. جميله، فينولات جلوكوزيدات. شفت اساميهم؟ الاسم طالع فيه شنب فينولات جلوكوزيدات. اسمه ايه تاني؟ فينولات جلوكوزيدات. طب والهال بقى اللي هم ما بيتخانقوش قوي دول، احماض امينيه غير بروتينيه. من اساميهم شفت عامل ازاي؟ احماض امينيه
غير بروتينيه. كمان مره، احماض امينيه غير بروتينيه. طب مين بقى الرجاله اللي اسمهم احماض امينيه غير بروتينيه دول؟ كنافينين، سيفالوسوبرين. كنافينين، سيفالوسوبرين. طب اسمعهم من الاول كده: فينولات، جلوكوزيدات، احماض امينيه غير بروتينيه. اسمعهم كم مره: فينولات، جلوكوزيدات، احماض امينيه غير بروتينيه. طب الاحماض الامينيه غير بروتينيه اسمهم ايه؟ كنافينين، سيفالوسوبرين. كنافينين، سيفالوسوبرين. طب ما نيجي نقارن بقى بطريقه علميه، وبعد كده نبقى نرجع نشوف القصه دي ماشيه ازاي. صلوا على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. الفينولات والجلوكوزيدات يا اما بتقتل يا اما بتثبط الكائن الممرض، توقف نموه. طب بالراحه، هيجي يسالني شويه اسئله. تعالى كده، لو جمعت معايا هتجمع حلو قوي. لو قال لك مين بيقتل، يبقى ده اول سؤال. تقتل. اللي بيقتل 4. تاني كده، اللي بيقتل 4. ايه هم الاربعه؟ فينولات، جلوكوزيدات. فينولات، جلوكوزيدات، كنافينين، سيفالوسوبرين. يبقى فينولات، جلوكوزيدات، كنافينين، سيفالوسوبرين. كمان مره، فينولات، جلوكوزيدات، كنافينين، سيفالوسوبرين. زي الفل. ده اما بيقتل. طب هتقول لي طب يا مستر، طب الاحماض الامينيه الغير بروتينيه بتقتل ازاي؟ هقول لك تعالى. عباره عن مركبات كيميائيه، مركبات كيميائيه سامه، يعني بتقتل. ماشي، ده كده تمام يا مستر، عرفت وجه الشبه بينهم. لما بيقتل اقول له فينولات، جلوكوزيدات، كنافينين، سيفالوسوبرين. بالراحه كده. طب قال لي بتثبط، فينولات، جلوكوزيدات بس. يبقى اللي هتثبط نمو، هتوقف النمو، فينولات، جلوكوزيدات. خلصت. طيب ايه كمان فرق؟ تعال بقى نشوف الفروق بينهم. الفينولات والجلوكوزيدات قد تكون موجوده او جت نتيجه اصابه. ماشي، قد تكون موجوده او جت نتيجه اصابه. طب الاحماض الامينيه الغير بروتينيه تعمل كمواد واقيه، كانت يعني بتعمل ايه؟ يعني موجوده، ثانيه واحده، موجوده وبتزيد وترجع. ده زي مين بالظبط؟ زي المستقبلات. يبقى اما يقول لك حاجه كانت موجوده، اقول له مستقبلات، كنافينين، سيفالوسوبرين. طب ما نجيب كده من الاول: فينولات، جلوكوزيدات، يا بتقتل يا بتثبط. طب الاحماض الامينيه الغير بروتينيه بتقتل بس، يبقى اللي بيقتل 4: فينولات، جلوكوزيدات، كنافينين، سيفالوسوبرين. هتثبط فينولات، جلوكوزيدات. طب حلو الكلام. طب بالراحه كده على مهلنا، اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. قد تكون موجوده او جت نتيجه اصابه، فينولات، جلوكوزيدات. طب الاحماض الامينيه الغير بروتينيه موجوده وهتزيد وترجع زي ما كانت. زي مين بقى بالظبط؟ زي المستقبلات كده. المواد الكيميائيه في حته بس صغيره كده. حاضر. في حته صغيره كده اهو. الفينولات موجوده، ورقه، زهره، ثمره، جذر. ورقه، زهره، ثمره، جذر. كمان مره: ورقه، زهره، ثمره، جذر. طب في الازهار هتجذب الايه؟ هتعمل ريحه، هتجذب فينول. هتجذب الايه؟ الحشرات. مين كمان بيجذب الحشرات؟ التويج. يبقى التويج بيجذب الحشرات والفينولات بتجذب الحشرات. كده اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد ببركه الصلاه على النبي محمد. كده المواد الكيميائيه خلصت. طب نراجع كده بسرعه. المستقبلات ستات، ماشي، موجوده في النباتات السليمه والنباتات المصابه، الا ان تركيزهم يزداد بعد الاصابه. تدرك وجود ميكروب، تنشط، تحفز جهاز المناعه. المواد الكيميائيه عندك فينولات، جلوكوزيدات، يا اما احماض امينيه غير بروتينيه. اخر واحده خالص في المواد الكيميائيه، وكده اللهم بارك خلصنا المناعه في النبات: بروتينات مضاده للكائنات الدقيقه. بروتينات. البروتينات دي ما كانتش موجوده اساسا، ده النبات اللي جابها. تعالى بسرعه الحقني، عندك ايه؟ يعني عندي سم. يعني هي ما كانتش موجوده، يعني هتبدا من الصفر. سم منحنى. هتبدا من الصفر، تزيد ترجع للصفر. ده شكلها. فتبدا من الصفر، تزيد ترجع للصفر. كلام جميل. وانزيم نزع السميه، اسمع كده اسمه ايه؟ انزيم نزع السميه. انزيم نزع السميه. طب ما مفهومه. بيحول المواد السامه لمواد غير سامه. شبه مين بالظبط يا ولا؟ شبه المتممات. طب هي بتتعامل مع الكائن الممرض؟ والله ما اتعاملت. امال مين بيتعامل؟ السم.
يبقى هي لا تتعامل مع الكائن ذات نفسه، ده اتعاملت مع السم اللي أفرزه الكائن. فهي لا تتعامل مع الكائن المورد بل تتعامل مع السموم. زي مين بالظبط؟ زي الحساسيه المفرطه، لا تتعامل مع الكائن الممرض، امال اتعاملت مع الايه؟ مع نسيجها ذات نفسه. طب هي شبه مين هنا؟ شبه المتممات بالظبط. كده احنا اللهم بارك خلصنا المواد الكيميائيه. والمواد الكيميائيه يلا كده اللي هي المناعه البيوكيميائيه، عندنا مستقبلات، مواد كيميائيه، بروتينات. المستقبلات ستات خلاص افتكرناها. المواد الكيميائيه الرجاله فينولات، جلوكوزيدات، يا اما احماض امينيه غير بروتينيه، يا اما الكنافينين والسيفالوسوبرين. مين بيقتل؟ اللي بيقتل اربعه، ها؟ فينولات، جلوكوزيدات، كنافينين، سيفالوسوبرين. برافو. مين بيثبط؟ فينولات، جلوكوزيدات. مين ما كانش موجود؟ ما كانش موجود خالص، يبقى انزيم نزع السميه اللي هي البروتينات المضاده للكائنات الدقيقه. كان بادئ من الصفر طالع للصفر، طالع ونزل للصفر تاني، يبقى بادئ من الصفر طلع نزل للصفر. حلو الكلام. طب بيتفاعل مع السموم ويحولها لماده غير سامه. كده اللهم بارك اللهم بارك المواد الكيميائيه خلصناها. وكده خلصنا المناعه في النبات. يلا بقى على فيديوهات الحل. اتوكل على الله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد.